السلام عليكم. بناء على اتصالات كتيرة، طب اشمعنى يا كابتن ياسر، يا دكتور ياسر، يا استاذ ياسر؟ الناس تعبوني جدا معاهم، انا تعبت والله. طب الزمالك فاز اهو، ما اتكلمتش ليه؟ ما سجلتش ليه حاجة للزمالك؟ لا، انا توقعت زي ما انتوا حضراتكم شفتوني النهارده الساعة 2 ونص في النيل للرياضة، قلت للزمالك هيكسب 1-0 بفارق الاهداف، وهيفوز بالبطولة رقم 2 للكونفدرالية، والمنافس هو نهضة بركان. مبروك للزمالك، مبروك لجماهير الزمالك الغفيرة. منظر الاستاد النهارده حاجة تشرف، أكتر من 60,000 متفرج زي ما توقعت، يمكن 70,000 متفرج. ومتوقع كمان إن مباراة الأهلي والترجي إن شاء الله هتبقى برضو كامل العدد. والنهائي زي ما توقعت النهارده، وقلت إن السوبر الإفريقي هيبقى بين الأهلي والزمالك، أو الزمالك عشان كسب النهارده بين الزمالك والأهلي. وأعتقد إن زي ما أنتم شفتوا النهارده مباراة قوية جدا، قدر الزمالك اللي هو يسيطر عليها ويقدم يعني المطلوب، ويحافظ على هدف احمد حمدي وهو هدف المكسب. اتوقع فوز الاهلي على الترجي التونسي ان شاء الله بنتيجه كبيره، لسابق تعادله 0-0 في ملعب رادس في تونس. الف مبروك. انا مش عايز اقول، عايز حاجه قبل ما اختم، انا مش عايز اطول عليكم، لكن اقول لمبروك للزملكاويه، مجلس الاداره، جماهير الزمالك، اعضاء الزمالك، اي حد يحب الزمالك بقول له مبروك. ومبروك للكره المصريه، ومبروك للجمهور لمصر، لان اللي فاز برضه في النهايه مصر، والسوبر بين الاهلي والزمالك ان شاء الله، والفايز برضه هو مصر. عايز اقول حاجه، انا كنت بتفرج على المباراه ومعايا عدد كبير جدا من الاهلاويه، والله الفرحه بتاعت الاهلاويه بفوز الزمالك النهارده بصراحه مفاجاه، مفاجاه بالنسبه لي. الناس كانت بتشجع، فبقول له بعد ما خلص، فاقول له انت متعصب قوي، انت كنت بتشجع الزمالك. لا انا عايز يعني فضول، ده الطبيعي يا جماعه والمنطقي. واللي لو انا زملكاوي بشجع الفرقه اللي ضد الاهلي في نهائي افريقيا، يبقى ده ضد المنطق. وقلت الكلام ده واكدت عليه. ولو انا زملكاوي بشجع اي حد ضد الاهلي، ده ضد المنطق. ولو انا اهلاوي بشجع حد ضد الزمالك، يبقى ضد المنطق، خاصه ان دي بطوله ما فيهاش الاهلي. لكن بطوله السوبر كل واحد بقى يشجع اللي هو عايزه، الزملكاوي يشجع الزمالك، الاهلاوي يشجع الاهلي، لكن في النهايه الفائز هو الكره المصريه. سالته بقى، عايز اقول لكم، بقول له انت اهلاوي وبتشجع الزمالك، مبسوط جدا. يعني مش عايز اقول 5 6 اهلاويه كانوا مبسوطين جدا جدا. طب انتوا بتشجعوا الزمالك، وبعد ما الفريق فاز مبسوطين جدا جدا؟ اه، زي الزملكاوي بالظبط. قالوا لي لان ده العقل، اللي احنا في الاخر اللي فايز هو الكره المصريه. الزمالك بيمثل مصر في الكونفدراليه، والاهلي بيمثل مصر في بطوله دوري ابطال افريقيا. ونتوقع ان الزملكاويه المره دي هيردوا للاهلاويه تشجيعهم ان شاء الله، وهيروحوا الملعب زي ما شفت بالاستاد النهارده، اهلاويه في مباراه الزمالك ونهضه بركان. كل الشكر والتقدير للتنظيم البطوله او النهائي، التنظيم القوي جدا، عدد كبير جدا من الجمهور. ونتمنى لكل جماهير بقى الدوري المصري ان شاء الله والبطولات الافريقيه والمنتخب يوصل ل 70 و80 الف متفرج. هكتفي بكده، وان شاء الله هيبقى في مقطع تاني ليه بعد فوز النادي الاهلي ان شاء الله على الترجي بنتيجه كبيره جدا، ويبقى السوبر ان شاء الله الافريقي مصري بين الزمالك بطل الكونفدراليه وبين الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا. شكرا لكم، ونتقابل واشوفكم في مقطع الترجي الاهلي والترجي ان شاء الله في استاد القاهره وبعد فوز الاهلي.